كلنا عارفين شركه ايديتا. اكيد انت صحيت في يوم مثلا الصبح مستعجل وجبت لنفسك من السوبر ماركت مولتو او كيكه مثلا هوهوز، او جبت بسكوت من احد منتجات شركه ايديتا. شركه ايديتا اتاسست سنه 1996 وكانت دايما حاجه ثابته في كل البيوت المصريه. الشركه بدات كمنتج للمخبوزات المغلفه، واتطورت دلوقتي انها تبقى من اكبر مصنعي الحلويات والسناكس في مصر. وحاليا ايديتا بتنتج اكتر من 125 منتج مختلف بيتوزعوا في كل انحاء مصر من خلال شبكه توزيع قويه جدا. ومش بس كده، كمان ايديتا بتبيع منتجاتها في دول كتير غير مصر زي امريكا والمانيا والامارات والسعوديه وليبيا. وكمان الشركه اسست مصنع جديد في المغرب، ومن خلاله سيطرت على حصه سوقيه كبيره جدا في اول سنه تشغيليه ليها. واحنا في رامبل بنحب ايديتا للاسباب الاتيه. اول حاجه انها تحوط كويس جدا ضد التضخم، ودي فتره احنا حاليا في فتره تضخم مرتفعه. تاني حاجه انها عندها معدلات نمو عاليه جدا وفرص نمو كمان مستقبليه عاليه جدا. واخر حاجه ان الشركه عندها عوائد عاليه جدا على الاستثمار. وخلينا نتكلم بالتفصيل اكتر على النقاط دي. تعالوا نتكلم الاول ازاي ايديتا بتحميك من التضخم. ايديتا على مدار السنين اللي فاتت كان عندها زيادات سعريه تقريبا كل سنه بمعدل كويس جدا وبمعدل منتظم، وفي نفس الوقت هي كمان قدرت تحافظ على احجام المبيعات او كميات المبيعات من غير تاثير سلبي قوي على كميات المبيعات خلال فتره زياده الاسعار. على سبيل المثال ايديتا رفعت مثلا سعر المولتو من 10 جنيه ل 15 جنيه خلال الشهر اللي فات، فده تقريبا زياده ب 50%. ولكن عشان برضو مش كل الناس عاوزه تشتري منتج ب 15 جنيه، ايديتا قدمت منتج جديد في فئه سعريه بتاعه ال 10 جنيه بس، عشان تناسب الناس اللي عاوزه ده والناس اللي عاوزه ده. وكمان من الحاجات الكويسه جدا ان احجام المبيعات بتبقى مدفوعه بنسبه كبيره جدا بالطلبه اذا كان في المدارس او الجامعات. والكثافه السكانيه المصريه هي كثافه صغيره السن ومتزايده، وفي ناس كتير او نسبه كبيره منها بيبقوا طلبه في الجامعات او في المدارس، فالمنتجات بتاعت ايديتا بتبقى وجبات او منتج مناسب جدا ليهم. دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن معدلات النمو العاليه جدا اللي عند شركه ايديتا. ايديتا بتستفيد من النمو الطبيعي من خلال زياده الاسعار وكميات المبيعات، وده بالفعل احنا شفناه خلال السنين اللي فاتت. وكمان بتستفيد من النمو من خلال الاستحواذات، زي استحواذ مثلا شركه ايديتا على شركه فانسي فودز في اخر 2023. والاستحواذ ده اللي فادها انها قدمت منتجات جديده ما كانتش بتقدمها قبل كده، وهي منتجات المخبوزات المجمده، وده فتح للشركه سوق جديد تماما الشركه لسه بتتوسع فيه. كمان من كلامنا مع اداره ايديتا حاليا بتبحث على فرص استحواذ جديده، ولكن ما رضوش يوضحوا اي تفاصيل تانية. فيا ترى ده ليه علاقه بالاخبار اللي احنا سمعناها الفتره اللي فاتت؟ طب دلوقتي ايديتا عندها قصه نمو وتحوط ضد التضخم حلوين جدا. هل بقى في ارقام بتساعدنا او بتاكد المعلومات دي؟ ايديتا حاليا عندها عوائد على حقوق المساهمين وعلى راس المال المستثمر من اعلى العوائد في الشركات المصريه. ايديتا كمان عندها عائد على حقوق الملكيه اعلى ب 20% من عائد الشركه المنافسه ليها وهي شركه عبورلاند. وكمان ايديتا فوق كل ده بتوزع ارباح بانتظام بكل سنه بنسبه بتتراوح ما بين ال 35 وال 50%. كل الكلام اللي فات ده حلو، ولكن في الاخر اهم حاجه يبقى سعر السهم رخيص دلوقتي بعد كل ده. احنا عملنا تقييم لايديتا بكذا طريقه. اول طريقه هي طريقه التدفقات النقديه المخصومه لمده 5 سنين، وده وصلنا لسعر عادل قدره 45 جنيه للسهم الواحد، وده اعلى من السعر الحالي للسوق بحوالي 55%. كمان احنا قلنا كمان تعالوا نفترض ان بعد اول 5 سنين الشركه النمو بتاعها هيقف تماما، مش هيبقى فيه اي نمو في احجام المبيعات ولا في اسعار البيع. ده بيدينا سيناريو صفري للنمو، وده ادانا قيمه عادله في السيناريو الغير واقعي ده قدرها 29 جنيه للسهم الواحد. فده معناه ان السهم حاليا بيتداول في السوق بسعر نمو صفري، او بمعنى اخر ده بيقول ان السهم حاليا رخيص جدا. كمان احنا قمنا بمقارنه ايديتا مع شركات تانية في السوق المصري والسوق السعودي في قطاع الاغذيه، ولقينا ان مش بس ايديتا بتتداول عن مضاعفات ربحيه منخفضه مقارنه ببقيه الشركات دي، ولكن كمان ايديتا عندها اعلى عائد على حقوق الملكيه وسط كل الشركات دي، وده بياكد نظرتنا اكتر ان ايديتا فرصه جيده جدا للاستثمار في الوقت الحالي، وان على السعر الحالي نقطه دخول ممتازه في السهم. من المحفزات اللي احنا مستنيين نشوفها الفتره الجايه هي اعادات التسعير للمنتجات بشكل مستمر، وده بالفعل احنا بدانا نشوفه في الربع الاول، ومستنيين نبدا نشوف التاثير بتاعه خلال الربع الثاني والربع الثالث على القوائم بتاعه الشركه. تاني حاجه وهي النمو خارج مصر، واذا كان من خلال زياده الصادرات بتاعه الشركه اللي بتمثل حاليا حوالي 7% من ايرادات الشركه، او اذا كان من خلال مثلا انها تفتح مصانع جديده خارج مصر مثلا زي مصنع المغرب. ثالث حاجه هي التوسعات من خلال عمليات الاستحواذ،
وزي ما كنا برضو بنتكلم من شويه ان ايديتا حاليا بتبحث عن فرص جديده للاستحواذ اذا كان داخل او خارج مصر. وخلينا نشوف الفتره الجايه هل المحفزات دي هنبدا نشوفها قريبا ولا لا. رابع حاجه وهي تحول قطاع المجمدات او المخبوزات المجمده للربحيه، حيث ان القطاع ده كان سجل في الربع الرابع السنه اللي فاتت هامش مجمل خساره كبير جدا، وفي الربع الاول الهامش ده اتحسن بشكل كبير ولكن ما زال كان بيحقق الخسائر خلال الربع الاول. فتحول القطاع ده للربحيه طبعا هيساعد في نمو هوامش شركه ايديتا خلال الفتره اللي جايه. واخر حاجه هي زياده سيوله تداول السهم، حيث ان سهم ايديتا متوسط تقريبا التداول بتاعه في اخر 6 شهور كان 12 مليون جنيه في اليوم، وده مش رقم كبير بالنسبه لشركه قيمتها السوقيه فوق ال 20 مليار جنيه. ولكن مساهمين ايديتا في الجمعيه العموميه وافقوا على انهم هيوزعوا اسهم مجانيه على المساهمين بقيمه سهم لكل سهم انت تمتلكه، فبالتالي ده معناه ان سهم ايديتا كميه الاسهم اللي في السوق هتتضاعف مرتين وسعر السهم هينزل النص، فده هيوفر برضه فرص دخول لناس كتير جدا في السهم، ومن المفترض ان برضه هيزود من سيوله السهم جدا في السوق. وعشان الاسباب دي كلها احنا شايفين ان ايديتا فرصه جيده جدا للاستثمار في الوقت الحالي. لو عندكم اي اسئله تانية عن ايديتا ممكن تسيبوها لنا تحت في السلايد اللي تحت الفيديو واحنا هنجاوب عليكم.